انا مشيعني لحد وهدان من البلد، قال لي تدلع على الباشمهندس بركه هيوقف دارك، بس بعد اللي انا شفته هيدرالك ده اروح اجيب لك زياره وادي ازورك في السجن. والله العظيم انا بمشي الساعه 5 الصبح اقول له يا رب محوجين ادينا. كنت اقول لو انا معايا اموال خاصه بيا يا رب انا هغير الكلام ده. امشي الساعه 5 الصبح كل يوم واقول له يا رب ابعت لي 10 12 بير زي زهر. بقول ربنا بقول له يا رب والله 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 لو اعطتني ما حسيت دوله لما ساعتها. اسمعوني كويس، والله والله تاني. فجي ربنا قال لي طيب انا هخلي معاك اكتر من الفلوس، انا هخلي معاك البركه، هخلي معاك البركه. وريني هتعمل ايه في بلدك. استنى هوريك. توريني ايه؟ يخرب بيتك على يطلق لا اوريك يا اخي. فضايح. هذا العام مطلوب من مصر سداد 18 مليار دولار. الدين العام قفز من 600-700 مليار جنيه 2011 الى اكتر من 2 و3 تريليون 3 و4 تريليون جنيه دلوقتي. احنا السنه دي 989 مليار جنيه ايرادات متوقعه، منهم 817 مليار فوائد وسط ديون. يعني سلفنا لدرجه ان احنا خلينا مديونيتنا الدين العام بتاع مصر 4 مرات اللي كنا عليه في 2011، والباقي هنجيبه بالسلف برضه. والله العظيم الدكتور معيد في حاله اكتئاب دائم. اضحك لبكره، اما انا فين فيك اهو فيك اهو. انت بتقول لي انه عجزنا النهارده اقل من عجزنا قبل ثوره 11؟ قدام حضرتك الارقام اهي. أصدقك وأكذب عيني. طب هنعمل ايه؟ انا بقول لكم هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ حد يقول لي اعمل ايه؟ تفتكر؟ استنى سعيد. مصر البلد الغنيه بمواردها وبشعبها بتعتمد على الاعانات والمساعدات، ده امر غير مقبول. انتوا بتبصوا لي كده ليه؟ في حاجه على شعري؟ احنا خلال 2.5 سنين تقريبا ضاعفنا انتاجنا من الكهرباء، وبقى عندنا فائض 20% من الكهرباء ديت. ده احنا عندنا كهرباء زياده نقدر ندي للدول الجوار. مش معناها ان انا هخفف احمال عندك. هنوفر شويه الكهرباء عشان نوفر شويه غاز عشان نبيعهم بره عشان يجيبوا لي 5.5 مليار دولار سنويا. ربنا يوفقك ان شاء الله. روح سلم والتسليمه تمشي زي الفل وتقضى. هنعمل بفضل الله كل شيء جميل لبلدنا لما الدنيا هتحتار في اللي احنا بنعمله. مصر عايزه فلوس؟ حاضر هنديك الفلوس اللي انت عايزاها، انت الكبيره بتاعتنا، بس ادينا قدامها اصول. لولا تدخل الاشقاء العرب بعشرات المليارات من الدولارات. انا هاخد اخوك سعيد معايا اليومين دول لغايه ما تجيب الفلوس. فير انف، اتفقنا. يلا خد بالك من نفسك. ازمه اقتصاديه ازمه اقتصاديه ازمه اقتصاديه. في دول العالم كلها دلوقتي بيسالوا وزير الماليه او وزير الخزانه سؤال مباشر: ما هو تشخيصك للوضع الاقتصادي الآن؟ هل الدولة قادرة في الأشهر القادمة على تلبية كل التزاماتها؟ عارف موجود. شغلك تاثيره بيبان في العمله. شغلك بيبان في تاثيره في العمله. بص على العمله المصريه. انا حضرت 3 دولار بجنيه سني كده، وحضرت الدولار في الثمانينات ب 120 قرش 130 قرش و140 قرش. ما بيكلمناش احنا يا حاج، اكيد بيتكلموا في التليفون. بعد قرار المركزي برفع الفائدة انخفضت قيمة العملة المصرية بنحو 15%، فسجل 18.20. طب انا بقى الارقام دي كلها مش عجباني، كل الملفات دي تتعب من اول وجديد. ان الله لا يصلح عمل المفسدين. الاقتصاد المصري اقتصاد هش جدا. ده برضو عندنا أدى إلى تطور شكل الدين الخارجي بتاعنا. كنا 40 مليار سنة 2014، بقينا 160 مليار. خوفي بقى انه الامور دي تصل الى مرحله ان الناس تموت من الجوع عشان مش قادرين يجيبوا احتياجاتهم من المواد الغذائيه ومن البتاع. يعني انت هتشوف لي شغلانه ولا شغل خلاجات وادور اقول ده يا ولاد ده؟ هتقول ايه؟ ده يا ولاد ده. الخوف كل الخوف ان احنا نلجأ لبيع اصولنا علشان نقدر نسدد مديونياتنا. ان الله لا يصلح عمل المفسدين، واحنا ان شاء الله مصلحين. هو انا وعدتكم فاخلفتكم؟ هو انا قلت لكم معايا السمن والعسل بقدمه لكم؟ يا سلام على الأيام الجميلة. والله أيام جميلة. عيب مش صغير انت عشان تهزر. 5 بالحب.